شفتي يا مرزوقة يا اختي؟ ايه يا اختي؟ شفتيش العفش يا اختي بتاع البت نهى امبارح؟ مش اللي كان معدي في الشارع وعاملين طبل بلدي وجايبين دي جي يا لهوي يا اختي على الحاجات اللي جايبينها، يا لهوي ده حتى الكتاكيت جايبينها. كمان كتاكيت مش مخليين حاجة الا ما جايبينها. ابوها يا اختي ده كان حشيش. يا لهوي امال يعني هيجيب الحاجات دي الحشيش كلها منين؟ احا عليهم يا خرابيات. امال يعني فكرك ده جهاز؟ ده جهاز ولا واحد حرامي؟ ايوه النبي ده انا شفت حاجات يا اختي ما شفتهاش في حياتي. ده جايبين حاجات يا اختي بالهبل كده بالهبل، ومرصصين يا اختي قمصان النوم على الشماعات والهدوم الداخليه وبلاوي سودا. يا لهوي يا كان فاضل يعلقوا العروسه وهي لابساهم بالمره. شفتي يا اختي طقم السن اللي جابته؟ ده جايبين يا اختي طب هو طقم واحد؟ ده جايبين طقم يا اختي للمطبخ صيني وطقم للنيش وطقم للضيوف. يا اختي الناس دي بتجيب الفلوس من انهي داهيه؟ المعفنه اللي كانت بتاكل يا اختي في صحيح الزباله. ولا جايبين تلاجة الله يرحم ابوها اللي كان بيشرب من الخرطوم. ده جايبين تلاجة ببابين وبتصفر من بره وعليها ارقام يا اختي غريبه كده اول مره اشوفها. يا حلاوه يا حلاوه. تلاجة لأوضة الأطفال وتلاجة أوضة النوم. قال يعني اتشلوا مش عارفين يطلعوا يشربوا من الصالة والله. المعفنه المقشفه. وجايبه لك شاشة يا اختي يجي 80 بوصة. ما تقولش هتفتح سينما في البيت. دي ما كانتش بتغسل ايدها. والنبي ده ابوها كان بيشرب الشوربة بالحلة. ده القشف مالي وشها يا اختي. حظوظ يا اختي مش زينا موكوسين تلاجة بتعرج بباب واحد وبيتأمروا علينا. يا عيني علينا. لا وجايبين طقم سراير ولا يجي يا اختي 80 طقم. ما تقوليش هيحطوا كل ساعة طقم سرير كمان وفوق بال100 فوطة. ليه يا اختي هيستحموا العمر كله ولا ايه؟ مش احنا يعني انت بتستحمي اصلا؟ يا حبيبتي اختي علينا. البنت يا اختي ام بربور سايح ده كانت بتمشي تلحس في برابرها المعفنه. بتمشي حافيه في الشارع لحد دلوقتي. يا اختي حظها يا اختي. لا ولا عارفها ما اقولكيش انا خضرة. اسكتي يا اختي ده بيقول لك ايه. الشبكه اللي جات لها كانت ايه؟ مكس علينا. ورد الشبكه اللي راح يا اختي كانوا جايبين جاموسه عجله كبيره. فرحتي جبت لنا 2 كيلو لحمه ليه؟ حاطين لها بلالين يا اختي في رقبتها. طب كنت روح هات لنا 2 كيلو لحمه. اسكتي. وقفص طماطم وقفص سفندي وبرتقال. الفلوس يا حبيبتي وشكار الدقيق وبلاوي متلتله. الفلوس يا اختي اللي بتعمل. عادي علينا يا اختي. احنا نعرف نجيب حتى معزه. النبي اسكتي. فرحتي جبت لنا 2 كيلو لحمه. وجايبه يا اختي طقم تيفال يا اختي من الحلو من الغالي. ده جايبه سيراميك كمان. ده جايبه سيراميك وسلستين. كانت بتبص في قعر الحله على وشها المنتنه. دلوقتي الشقه كلها مرايات. يا حلاوه يا حلاوه يا اختي كانت عيشه تحلم ايه حمام في اوضه النوم احا علينا يا اختي وعلى حظنا وعلى اولادنا يا اختي هنجهزهم منين؟ اسكتي ما هي الواحده الوحشه لازم اهلها يجهزوها. احنا عيالنا حلوين يا اختي. هي لازم عشان مقشفه يجيبوا لها كده. امال تقعد جنبهم العمر كله تبور؟ ده احنا عيالنا مقطقطين يا اختي وحلوين. اي حد يتمناهم كده من غير جهاز ولا حاجه. والنبي يا اختي. لكن ده بيقول لك اعمل لها حمام في اوضه النوم ليه؟ اتشلت ليه؟ حمام في اوضه النوم كمان؟ كان فاضل بقى يلبسها بامبر عشان ما تقومش من على السرير. والنبي يا اختي. نسوان مرقوعه يا اختي. الحريم بتتدلع يا اختي. حريم بتتدلع وبتتدلع. عايزه الاكل في بقها وهي نايمه على السرير. ده بيقول لك جايب لها كل حاجه اوتوماتيك بالريموت والمروحه والبتاع والتكييف قال احنا مسلوقين في الحر يا اختي وفي السقعه. يعني علينا شفتي يا اختي المطبخ ابو الريموت؟ ده المطبخ احسن من اوضه الصالون بتاعتنا. ده بتفتك يا اختي على الزرار كده هيروح البتاع يا اختي مفتوح لوحده. بيتفتح لوحده يا اختي. امال ايه؟ مش كل حاجه دلوقتي بالريموت. اما احنا لسه عندنا الحل تكنولوجيا يا اختي تكنولوجيا. كله بيقول لك ماشي كده دلوقتي. لا يا اختي وجايبين لها يا اختي حله من اللي بتصفر وبتعمل زماره جامده كده. بس مش بترقص بالمره. والله يا اختي جايبين بلاوي متلتله. انا مش عارفه بيجيبوا الحاجات دي منين. بتصفر. الحله دي غاليه حلوه. الحله من بتاعه الكسكس اللي هي مدورين دي. ده جميله. بلاوي يا اختي. والبتاعه يا اختي اللي فلوس يا حبيبتي. والبتاعه اللي بتمسح السيراميك لوحدها دي طالعه جديد. نسوان متدلعه مش احنا اللي ظهرنا اتقطم. وتشوفها كلها عيله في عيره. ده عدسات في عينيها. المكاتب في عينيها بتقعد تحط فحم كحل في عينيها. المعفنه حظوظ. مش انت ما انتش عارفه تجيبي لك حتى حله برجول. مش عارفه اجيب نيله خالص. ولا بوتاجازك الخربان. الجهاز يا اختي كان مالي الشارع يا اختي. فلوس يا حبيبتي. عربيات الدنيا كتير كتير كتير. ده مش معدي ولا مليون جنيه. انا عارفه يا اختي بيجيبوا الفلوس منين. ومرصصه لك يا اختي بطاطين الدنيا كده مترصصه على العربيات. شوف عندك برد يعني ما انتش لاقيه مش قادره اتكلم يا حبيبتي. ما عندك ولا يا اختي الفرح اللي هيعملوه يا اختي. ده بيقولوا هيعملوا فرح كبير في قاعه كبيره اغلى قاعه. الفلوس يا حبيبتي بتعمل اكتر من الفلوس كتير يا اختي. هي ما تسواش 3 تعريفه في سوق النسوان. معاه فلوس كتير. ما يعملهاش
هيلاقوا يعالجوها. صحية وحشة ومعفنة ومنشفة صحيح وبختها حلو حلوة بس احنا مش بنقول عليها. وبعدين يا ابنهم هيتكسر هيعالجوه. انا عارفة انت لو كسرتي مش هتعرفي تجيبي والنبي يا اختي انا ما